النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الكشري المصري، عدس بجبه، شعريه، مكرونه، اي مكرونه انت بتحبيها او حابه تضيفيها للكشري. معايا كمان مكرونه سباكيتي. معايا بصل هنا مقطعاه حلقات، دوت اللي هحطه على وش الكشري بعد ما احمره. معايا كمان هنا رز، وده الاساسي في وجبه الكشري. اول حاجه انا هضيف على البصله ديت عشان ابهرها. معايا هنا ملح، فلفل، كمون على بعض اهم، هضيفهم هنا. ولازم الخطوه دي مهمه عشان البصله ديت لما بتتبهر بيبقى طعمها حلو وانت بتاكليها. معايا كمان معلقتين دقيق، والدقيق بيدي قرمشه للبصله. هنبدا نقلبها بقى في البصله في التوابل ديت مع الدقيق. اخد البصله ديت عشان احمرها. البصل اهوت انا بحمره دلوقتي في الزيت. ده شكل البصل بعد ما حمرته، مقرمش. ولما تطلعيه من الزيت لازم تحطيه على منديل كده عشان يصفي الزيت الزياده. اول حاجه هبدا بيها العدس بتاع الكشري. انا جبت بصله وقطعتها ناعم كده وحمرتها في معلقتين زيت كبار. العدس انا غسلته صفيته، هضيفه هنا، هقلبه في البصله. احنا بنبدا بالعدس الاول عشان هو بياخد تسويه شويه. هضيف له نص معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه ملح. وبعد ما بحط الرز بظبط الملح بتاع الكشري. هضيف له الميه عشان اسويه. هسويه نص سوا وبعد كده اضيف له الرز. اخلي الميه تغطيه. الحله اللي هسلق فيها المكرونه انا حطيت فيها ميه، اضيف لها حوالي معلقتين زيت صغيرين، وهضيف لها ملح. واول ما تغلي خلاص اهي هبدا اضيف فيها بقى المكرونه السباكيتي. انا كسرتها نصين، وهضيف كمان المكرونه الصغيره. تقلبي المكرونه كويس عشان ما تكلكعش في الميه. هسيبها على نار عاليه لحد ما تستوي، وبعد كده هصفيها. بتاعت الكشري جبت معلقتين توم ومعلقتين زيت وحمرتهم بالشكل دوت. لهم الطماطم دي صلصه جاهزه انا بعملها في البيت، بضيف لها قطعه بنجر هو اللي بيديها اللون دوت. هضيف لها توابل، معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، ملح حسب كميه الصلصه اللي انت عاملاها. هزود لها ميه. لو ما عندكيش بقى طماطم متسبكه بتجيبي بقى نص كيلو طماطم وتضربيه في الخلاط وتضيفيه للثوم. انا حطيت هنا معلقه زيت كبيره. دلوقتي الشعريه عشان احمرها، هضيف للشعريه وانا بحمرها معلقه ملح. المعلقه الملح ديت بتساعد ان الشعريه تتحمر كلها في وقت واحد مع بعض. خلصت معايا وانا صفيتها اهي بالشكل دوت. اضيف لها ملح بفلفل، معلقه زيت كبيره، وهقلبها. الزيت بيساعد ان المكرونه تبقى متفككه من بعض كده. بس استوى كده معايا نص سوا. الرز المغسول، دي كوبايه عدس صغيره عليها كوبايه رز كبيره. هزود الميه عشان اسوي الرز والعدس مع بعض. هخلي الميه تغطيه واظبط الملح واسيبه يستوي على نار عاليه، وبعد كده بهدي عليه النار عشان يكمل تسويته. مرت معايا اهي. هضيف لها بقى الميه عشان اسويها. هسويها على نار عاليه وبعد كده بهدي عليها النار عشان اكمل تسويتها. الدقه اللي بنضيفها على الكشري، جبت معلقه توم صغيره ومعلقه زيت صغيره برضو، وبعد كده بنحمرها كده. بضيف لها حوالي نص كوبايه خل صغيره، وهضيف معلقه ملح بفلفل، معلقه شطه. هغطيها واسيبها تغلي. اضافه زياده للكشري، بجيب حمص وانقعه لمده 6 ساعات، وبعد كده بروح سلقاه وبصفيه. بعد ما اسلقه بضيف له ليمون، معلقه ملح صغيره،
نص معلقه كمون، شويه ميه، بقلبه كده، بيدي طعم حلو لما بتيجي تاكليه مع الكشري. وده اختياري. ده خلص معايا البصل اهوت خلاص بالشكل دوت. دقه الشطه، الحمص اهوت اللي هضيفه على الكشري، الشعريه، المكرونه، رز الكشري اللي هو رز بالعدس، الصلصه شكلها جميل وقوامها حلو. هعرف معاكم طبق الكشري. هنبدا ناخد مكرونه ونحط هنا، ناخد معلقه من الرز بالعدس، معلقه شعريه، شويه بصل، شويه من الحمص. ممكن تاخدي بقى من الميه ديت اللي بالليمون والكمون، بتضيفيها برضو على الكشري كده بتدي طعم حلو. بنحط الصلصه، الشطه اختياري بقى اللي عايز يضيف شطه. وده شكل طبق الكشري بالهنا والشفا. واتمنى ان انتوا تجربوا وصفه الكشري. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.